السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا على القناة وعلى فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. الوصفة غادي ان شاء الله تعجبكم بزاف. جبت لكم اليوم وصفة ديال تشيز كيك كتجي جد رائعة. واحد تشيز كيك كيحمق ان شاء الله غادي يعجبكم بزاف وسهل في التحضير ديالو ومقادير مضبوطة والشرح ان شاء الله غادي نشرح لكم كيفاش. ما تنسوش تخليوا لي لايك وتخليوا لي تعليق الى عجبكم الفيديو. غادي ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير والمكونات. بالنسبه لهاد التشيز كيك الامريكي غادي نحتاج اول حاجه البسكوي. هنايا عندي 120 غرام ديال البسكوي اللي فتتو في واحد البلاستيكه، كتبقاو كضربوه هي بواحد الكاسيه بواحد المدلك حتى كيتفتت البسكوي. ضفت له 60 غرام ديال الزبده مذوبه، غادي نخلط مزيان حتى كتشرب لي البسكوي ديك الزبده مزيان. من بعد كنخويها في المول. المول فرشته بالوراق ديال الطبخ. وبالنسبه للحجم ديال المول 18 سنتيم. هذا التشيز كيك كيجي صغير في الحجم ديالو، الا بغيتوه كبير غادي تضاعفوا المقادير اللي غنعطيكم، يعني غادي ديروا الدوبل ديال المكونات اللي غنعطيكم، ديال المقادير اللي غنعطيكم. صافي هنا بالنسبه للبسكوي غادي نبقى كنقادو بالمعلقه وانا كنضغط حتى كيتمسك لينا على المول بهذه الطريقه. يمكن نبقى كنقاد الوجه ديالو من الفوق وانا كنضغط شويه حتى كيشد راسو وكندخلو للثلاجه. هنايا بالنسبه للخليط ديال التشيز كيك غادي نحتاج للجبن. هنايا بالنسبه للمكونات ان شاء الله غادي نحطهم لكم في صندوق الوصف مضبوطه. هنا عندي 400 غرام ديال الجبن. من الاحسن يكون الجبن هنا جبن كريمي ويكون يعني فيه الدسم، يكون كما كتلاحظوا انا استعملت هذا. الا لقيتوا هذا بالنسبه للبنات اللي هنايا في المانيا غادي يكون احسن. هذا زوين بزاف، كيجيني احسن عاد من فيلادلفيا، والثمن ديالو مناسب، يعني الثمن ديالو بحال الفخيش كيزال عادي كيدير 300 غرام كيدير كنظن اورو ولا اورو شي حاجه. هنايا عندي سكر سنيده. غادي نخدم هاد الجبن مع السكر مزيان. غادي نضيف عليهم 100 غرام ديال الياغورت و100 غرام ديال الكريمه السائله مخلطين. الى بغيتو هادو تعوضوهم ب 200 غرام ديال زوازانه، يعني ممكن ديروا يوغورت والكريمه سائله او لا ديروا 200 غرام ديال زوازانه. هنا خلطت انا 100 غرام ديال اليوغورت و100 مليلتر ديال الكريمه سائله، ضفتهم على الجبن اللي خدمناه مع السكر. صافي غادي نخلط مره اخرى مزيان. دابا غنضيف عليهم 150 مليلتر ديال الكريمه سائله وغادي نخلط المكونات مزيان مره اخرى. من بعد كنضيف 2 بيضات على الحراره الغرفه وكنخلط. هنايا غادي نخدموا البيض مزيان حتى ما كيبقاش كيبان لينا. دابا غنضيف 2 معالق كبار ديال مايزينا او نشا شبايزاش تاعك صافي وغادي نخلط مره اخرى. غادي نضيف معهم بالنسبه للتنسيم ديال هذا الكيك غادي ندير شويه ديال فانيلا سائله. الا ما كانش متوفره كديروا الفاني العادي ديال فانيلا سكر. ضفت واحد 2 معالق كبار ديال العصير الحامض وصافي وغنخلطوا المكونات. من بعد كنخلط كل شيء مزيان وصافي كيكون عندنا يعني تشيز كيك. الخليط التشيز كيك جاهز. هنايا مهم تخلطوا مزيان، اي حاجه كتضيفوها كتخلطوا مزيان هنا حتى ما كيبقاش يبان لينا داك
داك المايزينا صافي كنوقفو تطراب. بالنسبه للمول خديت هنايا واحد شويه الزبده في يدي، كندهن به الجوانب ديال المول باش يشد لينا الورق ديال الزبده. هنا غندير نلصق هنايا، غنقطع الورق ديال الزبده اولا ورق ديال الطبخ على الحجم ديال المول، وغادي نلصقو في هاد البلايص اللي كندهنهم بالزبده باش في الاخير كيتحيد لينا داك التشيز كيك بسهوله وما يعني ما كيوقع حتى غلط. صافي هنايا كندهنو كما لاحظتوا بواحد شويه الزبده. بالنسبه لهاد المرحله البنات خص هنايا كان خاصني ندير الالومنيوم نغلف به المول، ولكن انا نسيته. غادي تلاحظوا معايا انا درته من بعد حتى درت الخليط ديال التشيز كيك. نتوما ما ديروش بحالي، نتوما ديروه فاش كديروا هاد من بعد ما كتساليو هاد الورق كتلصقوه في الجوانب الورق ديال الزبده، كتغلفوا المول كله من التحت بالالومنيوم، لان هاد التشيز كيك غادي نطيبوه في بحال حمام مائي. يعني غنديروا الماء في اللاطه اللي غنحطوا فيها هاد المول ديال التشيز كيك باش ما يدخلش الماء مع التشيز كيك وهو كيطيب. وحيت انا نسيت ما غلفتش المول في الاول بالالومنيوم، غادي نغلفو دابا. المهم كما قلت لكم البنات نتوما ما ديروش بحالي، باش يبقى لكم التشيز كيك ديالكم ما يضيعش، تبقاو تحركوا فيه وهو باقي خضر. يعني هنا انا نسيت، كان خاصني نغلفو من قبل، ولكن واخا هكاك ما وقع له والو. يعني بالنسبه للمبتدئات من الاحسن يديروها من الاول. انا في العاده كنديرها من الاول، غير في هذا الوقت نسيت. صافي خديت الالومنيوم درت جوج خلفتهم، وكنبقى كنلفو للمول بهالطريقه. المهم انه المول يتسد من التحت مزيان، ما تكونش شي تقبه ولا شي حاجه اللي تدخل الماء للمول الداخل وهو كيطيب. صافي هنا كنكون غليت الماء وسخنت الفران على 180 درجه. كنحط التشيز كيك في واحد اللاطه ديال الفرن وكنعمرها بالماء. يعني كديروا الماء كما كتلاحظوا، غير يعني كتبان لكم اللاطه قربت تعمر، صافي كتوقفوا الماء على حسب اللاطه اللي عندكم. صافي وهنايا كندخل التشيز كيك كنخليه نص ساعه، كنريقل الساعه عندي. ممكن تريقلوا الساعه ديال التليفون، ولا مهم تكون ديروا نص ساعه. من بعد ما كدوز نص ساعه كنخليه في الاول كنديروا على 180، بعد ما كدوز نص ساعه كنخليه يطيب على 150 درجه نص ساعه اخرى، يعني الساعه المكانه. يعني نص ساعه كيطيب على 180 ونص ساعه الاخرى كتكون 150 درجه. من بعد ما كيطيب البنات التشيز كيك خليوه يبقى في الفران واحد الساعه، ما تحلوش عليه. يعني انا خليته ليله كامله بات، حيت طيبته في الليل. صافي طفيت عليه وخليته في الفران حتى للصباح. الا بغيتو ديروه في الثلاجه يبرد شويه كديروه في الثلاجه. هنا خديت 200 غرام ديال الفرامبواز، درتها مع واحد المعلقه السكر، طحنتها مزيان وصفيتها، حيت لها داك العظم. ممكن تصفيوها، ممكن تخليو هديك لاصوص بالعظم على حسب الذوق ديالكم. وهنا تشيز كيك من بعد ما برد الصباح حطيته في الثلاجه تبرد مزيان. وجدت ديك الصلصه ديال الفرامبواز، ممكن تعوضوا الصلصه بالهيمبيغن، ماشي هيمبيغن عفوا، بالارد بيغن او الفريس فريسه، وتطحنوها مع شويه السكر الا كانت حامضه. المهم السكر كيبقى على حسب الذوق. وهذا الشكل النهائي ديالو كيجي غزال البنات، كيجي فعلا كيحمق، ما تشبعوش منه هاد التشيز كيك. وكيجي صغير، ما كيجيش كبير بزاف. المهم بالنسبه لعائله صغيره راه كافي. بالنسبه الا كانوا عندك ضيافه ولا ناس زياده يعني كتدوبلي المقادير. وإلا تبعتوا ان شاء الله النصائح والطريقه بالضبط ان شاء الله غادي ينجح معكم من اول مره. سهل، ما فيه حتى حاجه صعيبه، والمكونات ديالو بساط. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو.
تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساوش تخليوا لي لايك وتخليوا لي تعليق وبارطاجيو الفيديو الى عجبكم مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، باش تشجعوني حتى انا ان شاء الله نزيد نحط لكم الوصفات. شكرا لكم على المشاهدة والمتابعة، وفي خليتكم في امان الله.